طب ما في حل تاني. فخلاص خلصنا بقى، لسه هنخش في حل تاني؟ خلاص يا عم غالي. والراجل هيبعت المقطع، هحوله للاستاذ محمد المصري وتذيعوه بقى، مفيش مشكله. انت تبعت لي المقطع يا حاج محمد المصري، ها؟ ماشي ماشي. وصل عندك الواتس بتاعي؟ خليني اخد برضه رقمك اللي انت بعته دلوقتي ده. بس رح اتصل فيك لشوف بيمشي الحال ولا لا. ماشي. انا بعت لك يا ابو رنيم، مرحبا. يعني كده وصلت ليه في الواتس؟ ثانيه واحده كده. وصلت في الواتس بعت كده. لك، وصل لك؟ ثانيه واحده. الواتس هنا كده. بسم الله. لا ما وصلش. ابعت لي اياه على على الفيسبوك، على الماسنجر تبع الفيسبوك يا ابو رنيم. انا ما بعرف ليش ما بيوصل لك، انا كتبت الرقم. طب ثانيه واحده. مم. محمد مجيد. محمد. معاك حبيبي، معاك. كيف اكتب الرقم تبع تبع مصر؟ لازم ينكتب ولا مش، ما فيش داعي؟ انا كتبت لا، لازم. 0021. ايوه، صفر صفر زي ما انا كاتبه لك بالظبط كده على على البرايفت شات. ايوه هو انا هو كتبته كده. هيك. خده كوبي بيست يعني. مم. طيب رح ارجع اضبط الرقم ربما. طب شوف، جات لك رساله كده من عندي يا قصي يا استاذ محمد؟ شوف جات لك لا ما حاجه؟ وصليش شيء. لا لا ما وصليش. ما وصلش. انا ظهر عندي هو لا. الرقم زي ده. استنى كده بعمل حساب. طب ما اول حاجه انا قول. ما ندخل ما محمد مجيد يعمل ستريم وندخل عنده، ما هو ممكن. والراجل يبعت لمحمد ومحمد يرد عليه ويبعت هلا لي. هلا مش الحال، مش الحال. بعت لك. لا يا ابو رنيم، ثواني ثواني، بعت له هلا. اكيد وصل لك يا ابو رنيم مني خبر هلا، ها؟ طيب تمام. تمام، ابعت لي الخبر هون وانا ابعته لمحمد مجيد. تمام. وصل. محمد مجيد معي يعني بس. تمام كده، وصل. وصل كده. الله ينور عليك. هبعت لك على طول المقطع بتاع الراجل، وهتصل عليه الوقت على الايمو ونوصل الوضع ان شاء الله. تمام. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بل انا هسجل المقطع في الواتس. ايوه يا استاذ محمود. ما جراش حاجه، قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء. ماشي ان شاء الله، في انتظارك برضه ان شاء الله يا خالد.
شاء الله. هحول لك دلوقتي يا استاذ محمد. بسم الله. ماشي. 0 كده وصل لك المقطع ان شاء الله. طيب ثواني من عندي من هون. اتصل بالراجل هنا انا. طيب اعمل ميوت عندك لشوف، انا سمع الشباب من عندي لشوف كانوا في يسمعوا من هون. تمام. اعمل ميوت يا ابو رنين. ماشي. ليا ولا ليك؟ ليك انت اعمل ميوت. كده خلاص انا عملت ميوت. مش طالع عندي صوت بالمره، اللي بعت لي الخبر ما في صوت يا ابو رنين. هلا مش الحال. اللي حصل بيني وبين الاخ محمد عبد المجيد، احنا دخلنا بموضوع لله سبحانه وتعالى وخيري، وحاولنا نطور هذا الموضوع بأمر تطوير كبير، لكن انت تريد وهو الله يفعل ما يريد. حصل امور ما كانتش في الحسبان، وصار في ازعاج كبير لنا جميعا، فقررت انا انهي هذا الامر. والاخ محمد عبد المجيد رجع لي المبالغ اللي استلمها مني، وكان حاكي لي انه في تقريبا تجمع في 40,000 جنيه بالنسبه للمشروع حسب قوله. في كمان ايش اشتغل بعد ال 40,000 هذول كمان جو شهر او شهرين. فنرجو من الاخ محمد عبد المجيد ان يرجع المبلغ اللي استلمه والمبالغ اللي بقول انها بقيت يعني من المشروع. سمعت يا شباب الصوت واضح كان؟ كان واضح. انا سمعت الصوت واضح، لكن انا عايز ابعت له رساله. ابعت لي يا محمد وابعت له انا اذا بدك، ولا انت ابعت احكي لي. هون اذا بيسمع. انت تمام. معايا يا ابو قصي دلوقتي؟ معك. محمد مجيد كتاب رقمي عندك وبعت لي على الواتساب. طيب شو انت تمام. سامعهم كده؟ كده انت سامعهم؟ صوت سامع بس ماني فاهم حاجه. طيب هنقول كده الاستاذ محمد عبد المجيد هيكلمك، وهنشوف كده حضرتك هتسمعه ولا لا. ماشي. اتفضل. وكده كده اصلا برضو الامر مسجل وانا هقوله يعني. اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. انت سامعني يا ابو قصي؟ تفضل يا اخي محمد. تمام. اولا خلينا بقى نتكلم بالحقيقه امام الناس. تمام. اولا انت اول فلوس بعتها ما بعتهاش من اجل لا تكاتك يعني ولا من اجل شقق ولا غيره. سامع صوت مش فاهم ولا حاجه. وانا عندي تسجيلك الصوتي وانت بتبعت اول $500. موافق على هذا الكلام ولا بتكذبني؟ ما سمعكش. لا اسمعني. لا أنا لازم يسمعني بقى. ابو رنين لازم يسمعني. اما يبعث لي مقطع صوتي او فهمني شو بقول. يعني عندك خيارين، يا يبعث لي مقطع صوتي انت تسمعني. انت مش قلت كلامك. انت مش قلت كلامك. انت تسمعني. ثانية واحدة. سهلة جدا. سهلة جدا دي. ثانية واحدة يا استاذ محمد. ثانية واحدة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. سهلة كلها محلولة دلوقتي طالما حصل التواصل خلاص. بسم الله. بص يا استاذ محمد، حضرتك هتقول لحد ما تخلص، لان انا بسجله واتس. يعني هو تمام. وبعد منها هيسجل هو مقطع ليك. تمام. اما اقول لك اتفضل حضرتك اتفضل ان شاء الله. تمام. بص يا ابو قصي، احنا دلوقتي مباشر مع بعض واحنا سامعين بعض، وانت عارف ان محمد المجيد ما بيكذبش. خلينا بقى نقول الحقيقه امام الناس. انت راجل ما جيتليش الا انت اللي تواصلت معايا مقدما. تمام. ولا المولود اعمى ولا شيء ولا هذا الكلام. خليك بقى صادق وصريح امام الناس. انت تواصلت معايا وقلت لي يا شيخ محمد، الاول كنت بتحسبني مريم غبور. انا ما قلتلكش ان انا مريم غبور. انت اللي داخل عليا تقول لي مريم غبور. تمام. قعدت تتكلم. انا عاوز اعرف انت عايز ايه منها. بتتكلم ايه؟ دي اختي في الاسلام. عايز ايه منها؟ عمال تبعت لها رسائل. تمام. ورسائل ورا رساله ولا رساله. انا بصراحه شكيت فيك. انت مين؟ انت بتكلم واحده ست ليه وبتوجه لها الكلام ده ليه؟ تمام كده. بعد كده قلت لك طب معلش بقى، انا اولا حاطط صورتي. يعني انا على الواتساب حاطط صورتي، انا مش حاطط صوره مريم غبور. تمام. صوره محمد مجيد قدامك. فقلت لي انت مين؟ قلت لك انا محمد مجيد. بدات تتعامل معايا هنا محمد مجيد. تمام. عشان الفيلم الهندي ان اتقال ده
كله كذب في كذب. خلاص، ده رقم واحد. الحاجه الاولانيه، تمام، انت قلت لي انا عايز ادعم الاول كلمتني عن فلسطين 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 وعايزين ندعمهم، تمام كده. بعد كده دخلت قلت لي انا عايز ادعم الناس. ايه تدعم الناس؟ قلت لي يا محمد انا دفعت الرضا قلقيله $850. قلت لك بلاش رضا قلقيله لانه بياخد الحاجه لنفسه، تمام، وده راجل غني وعنده 4 محلات وعنده عربيه كبيره. قلت لي مش مهم مش مهم، طالما لله، انا مش عايز ان انا اتبرع على حد غني، بس طالما ده لله خلاص، طالما لله لله، تمام. ومع ذلك انت لم تنبت ببني شفه لرضا قلقيله رغم ان هو ضحك عليك واشتغلك، والكل يعلم ذلك، وان موجودين على الاستريم عارفين الكلام ده، خاصه ابو رنين، تمام كده. حلو. جيت بعد كده قلت $500 انا هبعتها للغلابه، تصرف فيها كيفما تشاء وبراحتك وابعتها للناس. وبعد اسبوع اتصلت بيا قلت لي وزعتها للناس، قلت لك ده حصل. يبقى اذا انت عمال تقول لي $2500 وهم ما لهمش علاقه بالموضوع ده. ده رقم واحد. النقطه الثانيه، جيت بعد كده انت اللي اتحايلت عليا، وانت اللي كنت قربت تبوس رجلي وايديا وقلت لي عاوزين نفتح مشروع. انت اللي بدات عايزين نفتح مشروع وعاوزين نعمل مشروع تكاتك، وانت اللي عملت البرمجه كلها. حتى قلت لك انت دماغك تجاريه ليه؟ قلت لي انا معايا شهادات في التجاره وبتاع، تمام كده. حلو. اما جيت طلبتها منك قلت لك الحاجات دي ان انت هتبعتها دي اكتبها باسمك. قلت لي ممكن لا، ما اتكلمتش في النقطه دي، انت اتكلمت في موضوع الشقق. اكتبها باسمك، قلت لك ابعت لي رقم البطاقه بتاعتك وانا اعمل العقد باسمك. ما رضيتش تبعت لي رقم البطاقه بتاعتك ولا صوره البطاقه بتاعتك عشان الحاجه تبقى باسمك، تمام. قلت لي انا ما عنديش مشكله تتكتب باسم مين، محمد مجيد او غير محمد مجيد، تمام كده. انت اتحايلت عليا في موضوع التكاتك، قلت لي هنشتري تكاتك وبتاع واسال لي، وفضلت خلتني اسبوعين بلف على موضوع التكاتك لحد ما وصلنا الى ان التكاتك ديت تكون مستعمله وتكون بسعر رخيص ب60,000 جنيه، وبدات تبعت على هذا الكلام. قلت لي ايه بقى؟ قلت لي الايجار بتاعها يا محمد، وانا عندي تسجيلاتك الصوتيه، تمام. الايجارات يا محمد كده تروح للغلابه، وانت بالنسبه لك يا عم محمد هدي لك 2000 جنيه والباقي توزعه على الغلابه. قلت لك بقى بعد كده كلمتني عن محامي، قلت لي ان المحامي ده تبعي وفي المنوفيه وبتاع. قلت لك طب تعالى نكتب ايصال امانه، ايصال امانه، اسمعوا يا جماعه، نكتبه ايصال امانه عشان تضمن حقك. قلت لي محمد انت هتحكي الحكايه كلها يا استاذ محمد؟ احكي الحكايه. انا ما يتكتبش عليا شهور طويله وتشتغلوا امي. طيب بعد اذنك، وبعد كده تيجي اصلا كاتب عليه انت مش شغله، انت عايز تاخد منه الفلوس. انت جاي عشان انت تسمع، اقسم بالله تسمع وانت صاغر، تسمع وانت صاغر، تمام، تسمع وانت صاغر. مش قلت لكم يا جماعه انا بتكلم بحق، انا قلت لكم يا جماعه بتكلم بحق، ما تشتغلوناش، لو كنا عند زمان ما قلت تشتغلوناش الاستريم للاسف الشديد هضطر اطلع على ما تشتغلناش للاسف الشديد. الكلام ده ما كانش متفق عليه خالص خالص. لا متفق عليه. لا ما تشتغلوناش وتضحكوا علينا وتكلموا. ابعت الفلوس للراجل لو الراجل اسمع. لا ما تضحكش على الراجل وتشتغل، ما تضحكش على الراجل وتشتغل، ما تضحكش بقى تضحك عشان انت طول بالك يا محمد. عايز تاخدها للمزرعه، عايز تاخدها للمزرعه. لا تسمع الراجل بعد كده يتكلم. انت بتتكلم ليه؟ انت ايه اللي دخلك؟ ايه اللي حشر؟ اصبر عنك كده محمد نجيد وفرانين، بالله عليكم شوي، بالله عليكم بس انا بكلم الراجل يا اخي. اسمعوني سبحان الله، ايه اللي حصل؟ عمال تشتم في الراجل وتقول لي اسمعوني يا اشتم في الراجل، انا ما شتمتوش ولا كلمه، بتقول له ولا كلمه شتمتوش. هتبوس ايدي وهتبوس رجلي وتقول لي ما شتمتوش. ده حصل، ده حصل. حصل كده بالسلامه كده، تنزل مع السلامه كده، بالسلامه كده تنزل. ابو رنيم لما لازم يصير هيك، لازم تحكي تويه تعمل مشكله. هو عم بيحكي القصص يعني حتى تصير قصه بدليل ثلاثه يعني حتى نقدر نحكم يعني كيف نحكم زي ما سمعنا الموضوع كيف حدث يعني. ما لازم تنزلوا يا ابو رنيم. السلام عليكم ابو رنيم.
ايوه انا موجود يا ابو قصي. طب انت قلت الاستاذ محمود حيدير الجلسه ومش موجود الاستاذ خالد، وهذا الرجال طبعا انا سامع صوته مش فاهم شو بيحكي، بصيح وجاي، يعني معناته مش شو هالجلسه هذه اللي انتم سامحين له كل اللي بده اياه، معناته مش جاي يعمل سلام هذا الرجل، وانتم عارفين وش. لحظه يا ابو قصي، عم خالد انت سامعني؟ ايوه سامع. ما كانش ده الكلام امبارح خالص. الراجل عايز فلوسه، عايز فلوسه. يوصلوا ازاي؟ يوصلوا ازاي؟ لكن نفتح للصبح ويقعد كده يتطول هنا ويتطول هنا، هو جاي ما كانش هيدفع فلوس ولا اي حاجه زي ما انت قلت، مش هيدفع، مش هيدفع. من كده انت سمعت المقطع الصوتي من الراجل، انا هخليك تكلم الراجل انت والاستاذ محمد صوتا ومباشره، معلش ما اعرفش الاصوات فيها ايه، لكن ده خلاص كده، ده مش هيدفع، ده مش هيدفع، ده داخل يحكي ويتطاول وبس رجلي وبس ايدي وانت ما تخشش ايه الكلام الفاضي ده. احنا كنا جايين لحاجه واحده يا عم خالد، الراجل عايز فلوسه، عايز فلوسه، مش ده الكلام اللي قلناه امبارح؟ طيب ازاي؟ في خالد العقبي، في محمود العوام، في ناس ثقه، في ناس ثقه، بس ابعتهم عن طريقهم. اما بقى هنخش في حواري ولواري وحاجات من دي عشان ياخد لقطات ويروح يسجل ويعمل بثوث، والله المستعان، مش هينفع يا عم خالد. خلاص كده، الله يصلح حالكم يا رب. مش جايب انا الراجل مريض اصلا عشان يقعد يقول لي بس رجلي وبس ايدي، ايه الكلام الفاضي ده؟ انت واخد من الراجل فلوس وجاي تقول لي بس رجلي وبس ايدي؟ سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. يا استاذ محمد المصري، عم خالد، انا كفيل اخليكم تقابلوا الراجل وتكلموه مباشره ان شاء الله رب العالمين، افهموا منه بعيد عن ده. لا مش هينفع، والله العظيم ما هينفع يعني كده، بس عشان انتوا تشهدوا اتكلموا مع الراجل. ابو رنيم لحظه ابو رنيم بقدر الان انا ما فيش عندهم ايمو، ما فيش عندهم احكي معهم مباشره، ما بقدر احكي معهم انا، ما في ايمو ما في حاجه. استاذ محمد انت عندك ايمو؟ عندي ماذا؟ ايمو؟ لا ما عنديش ايمو، لا. في عندي تليجرام اذا بيطلع على التليجرام افضل شيء. هو التليجرام ده بقى عن طريق حساب بنته، هنقدر بقى نقلق بنته، فالمهم طيب اسمعني ابو رنيم اتفضل قول يا ابو كوسايه. وصل لهم الاثنين، كل ده متسجل وهيطلع. اتفضل اسمع، وصل لهم رسالتي، بوصل لك انت كمان رسالتي. اتفضل. هذه الرساله مهمه. انا للاسف الشديد معلش عشان تكمل الرساله كامله قبل الرساله، هو تفضل. التصحيح اللي انت سمعته دوت عايز يبدا القصه من اولها خالص، وان انا جيت لك وما كنتش مريم غبور وما دفعتش مش عارف ايه وما ضحكتش عليك وانت اللي قلت وانت اللي دفعت وانت اللي عملت، قاعد يهيص في كده تمام كده. وبعدين لقيته بيتطاول ولقيته عايز يحكي القصه من اولها لاخرها، واحنا ما كنا امبارح مش متفقين على كده يا ابو قصي اصلا. متفق مع الرجاله، الراجل عايز فلوسه، عايز فلوسه بأنهي وسيله؟ وسيله يبعتها للحاج خالد العقبي، بعتها للحاج محمود العوام، ان كان بقى هو مش طرت ابو رنيم وايهاب، خلاص بلاش ابو رنيم وايهاب. ده كان الكلمتين، وعم خالد برضه في النهارده قال كده، ده هم كلمتين ونص. ده كان داخل يا ابو قصي عشان يقعد للفجر يتطاول ويسجل وياخد مقاطع عشان يعمل بثوث. ادي القصه بتاعته يعني كده. فان شاء الله هسيبك تتكلم، وده كله متسجل، هبعته لعم خالد وهبعته للاستاذ محمد عشان يبقى سمعوا صوتك صريح، انا سامعك صريح يعني كده، يبقى عرفوا كويس جدا جدا. قول رسالتك كامله، والرساله ديت انا هطلعها ان شاء الله، وهتوصل للاستاذ محمد وهتوصل لعم خالد وهتوصل للدنيا كلها. اتفضل يا ابو قصي، اتفضل خد راحتك خالص. بدي احكي لك شغله، يعني يا ابو رنيم، انت والاخوان كلهم يعني اللي الموجودين سامعين، والاستاذ محمود، هذا الاجتماع ما كان له لازم نهائيا، لانه واضح وضوح الشمس مين محمد عبد المجيد ما بده يدفع ولا بده يساوي اي حاجه، بس كلها حركات. فانا استغرب صراحه من مواقفكم انتم، بصراحه انتم ليش معطينه هالفرصه هذا حتى تجتمعوا فيه؟ هذا الرجل لا يريد الحق، ولو أراد الحق لانتهى زمان من ساعة ما تدخلت أنت يا أبو رنيم، يعني واضح وضوح الشمس. فأنا أرجوك يا أبو رنيم، آخر مرة أنا بتدخلوني بهاي اللقاءات مع هذا الرجل، يعني هذا الرجل كثير أساء لي، بالرغم أنا لم أسئ له أي كلمة مباشرة معاه. فانتوا استغرب من مواقفكم كلكم صراحه، يعني لحد الان ما انتوا فاهمين مين هو هذا الرجل. هاي مصيبه بصراحه يعني.
تعطوه مجال حتى يحكي. يعني انا يعني مسلمك الامر، وانتم الاستاذ محمود العوام يعني رجل صعيدي وبهز الدنيا كلها وتطلع، لا عامل حساب لا لمحمود ولا لوليد ولا لانسان على وجه الارض واللي بده اياه ولا بده يحل هذا الرجل. كمل كلامك بس الشيخ محمود مش معانا. كمل كلامك بس الشيخ محمود مش معانا. معانا الاستاذ محمد المصري ومعانا الحاج خالد العقبي. لا، ما انا عارف مش معانا عشان يصلوا الكلام. هو لو عامل له حساب ما حكى هذا الكلام. يعني مش عامل في الجلسه. الشيخ محمود العوام النت عنده بايظ، مش موجود معانا في الجلسه. يا ابو رنيم ما انا عارف مش معانا، اسمعني بس بقول لك محمد عبد المجيد مش عامل حساب لاي واحد فينا، لا محمود لو كان موجود حيحكي هذا الكلام. يعني مش عامل لحد حساب. نعم صح. طيب احنا الان بنحكي القصه من البدايه، انا اسمعوها من البدايه. تفضل. انا بتابع القنوات المصريه ومبسوط انهم بدافعوا بشراسه عن الاسلام. فدخلت على قناه الدكتوره مريم الغبور وقلت لهم بارك الله فيكم، مش عارف جزاكم الله خير، وبلشت من هذا وصار يجيني رد. بعدين له بقول لي انا محمد عبد المجيد وانا المسلم القناه وانا المسؤول عن تبرعات كل القنوات وانا بعرف كل القنوات، واحنا التبرعات كلها احنا متمسك مع بعضينا البعض. وهذا رضا قلت له انا حولت في اول واحد $500، قال لي هذا خارج الموضوع وما تحولوش تعاملش معاه. وقفت يعني اني احول له اي شيء، ما حولت له $500 مره واحده وبلشت مع محمد عبد المجيد انا. وانا اللي اعطاني ثقه بزياده في انه الدكتوره عندي محل ثقانه. دخلت على قناتها وقلت يعني مستحيل يعني يكون في تلاعب. المهم قال لي طيب شو هاي رقم، اعطاني رقم اللي خاص فيه وقال لي خلينا نتواصل مع بعضينا. ماشيين. وانا فعلا يعني انا كنت حابب بدي اجر، يعني الدكتوره قاعده كثير ناس يعني بتدافع عن الاسلام باجر عظيم، حابب اقدم لها شيء. فبقول لي يعني انا تتبرع القناه، قلت والله انت سبقتني وانا كنت ناوي اتبرع اصلا. فحولت له $500. بعديها صار تواصل ومتفاعل معي. فانا يعني ببالي اعمل لي مشروع هيك بمصر نفيد هالفقراء والايتام والارامل والمحتاجين. قبل المشروع موضوع الشقق ايه؟ لا خلينا الشقق، لا خلينا اقول لك مع الساق شوي. طيب خلينا اقول لك. المهم جينا قلت له انا من عندي بصراحه، انا بدأت قلت له يا محمد بدنا نشتري لنا توك توك، تشوف لك واحد مصري طيب وعنده اسره بده يعيل الاسره وتاجروا اياه، وهذا خليه مشروع لنا، وهذا خليه بدايه مشروع، والمبلغ اللي بتوفر منه شيء بتنفقه وشيء بتخليه على اساس نزيد التقاطق ان شاء الله يصير 100 توك توك بكل مصر. قال لي ماشي. فحولت له كمان $1000. حولت $1000 وقال لي اشترينا التوك توك واجرناه، وانا وفيت المبلغ اللي من عندي. يعني هو كان حكي لي انه ما كفى المبلغ، وفيت المبلغ من عندي واشترينا التوك توك واجرناه ب$4000 والامور حلاوه بحلاوه. فانا قلت له والله يا محمد ما دام الموضوع كده خلاص احكي لكل زملائك، ما دام انت مسؤول عن تبرعات في كل القنوات احكي لزملائك وخلينا كلياتنا نساهم ونزيد التقاطع. قال لي ماشي الحال. بعد فتره بقول لي والله كلهم الحمد لله تبرعوا وجمعنا 35,000 جنيه. ماشي. انا صبرت. صار عندي هون شويه شكوك، يعني بالاول صراحه ما كان في شك، وقلت يعني اخشى انه الدنيا تغري. بعد شوي صبر علي ولا هو بكل لي صار 51,000 جنيه. فانا هون قلت الشك زاد كثير. اسامه كبش صديقي هون مصري وثقه عندي، قلت له يا اسامه الوضع كذا كذا وانا شاك في هذا الرجل. قال لي اوعى احذر يا ابو قصي. قلت طيب جيب لي معلومات عنه. قال لي ابشر. قعد اسامه فتره طويله ما جاب ليش اي معلومات وانا متردد. دخل على الخط ولا هو بيقول لي والله هاي الدكتوره حولت لي 110,000 جنيه والشقه عندنا بتسوى 140، نشتريها ب 140,000 جنيه نحط فيها بنات. سكتت انا وقال لي يعني هيك حسيت انا انه، وقبل ما يقول لي عن الشقه سبقتكم بالكل انا كان يقول لي والله الدكتوره بتقول انه لو ان عملنا شقه افضل يعني لهالبنات اللي بيسلمن. قلت له يا محمد الشقه الحين احنا مش مستعجلين عليها، الشقه خليها من التقاطق بجيب التقطق بجيب الشقه. صبر شوي له بقول الدكتوره حولت 110,000. انا بصراحه صدقت
وحسيت انها الدكتوره يعني مضغوطه وبجوز في عندها حدا. اكد لي قال لي في عندها بنات ثنتين والدكتوره كلامك صحيح مضغوطه. وكنت بهذا الزمان واحد مش طايق اولاده، يعني مين بده يحط عنده بنات عنده في البيت؟ يعني بصراحه خلص. المهم بعد فتره قال لي والله مبلغ الدكتوره صار 135,000. طبعا زادت شكوكه هون اكثر فاكثر، يعني قاعد وحسيت انه بس بده ياخذ مني اي مبلغ، يعني اللي دفع 135 وقفت على 5000 ولا 15,000 جنيه، يعني ما زاد الشك عندي. قلت له انا يا محمد خلص انت كمل الشقه من التبرعات تبعات تكاتك ال 51,000 لصنم واشتري الشقه ما دام الدكتوره مخنوقه عندها بنات ثنتين وخلص خلينا نخلص. قال لا ما اقدر اتصرف، انا هذول التكاتك يعني اماني. قلت له انا بقول لك الامر عندي وانا بحول لك المبلغ. قال لي ماشي. فراح انه اخذت معي يوم ويومين وقال لي اشتريناها والحمد لله والبنات سكنين والامور تمام التمام. قلنا له ممتاز. بعد فتره قال لي والله احنا عشان بنات لحالهم يعني في جنبهم شقه فاضيه اشتريناها كمان الشقه بجوز ارخص شويه على اساس يعني نضمن ما حدا يعاكس البنات ولا حاجه يعرفن لحالهم ومن هالكابوئيل هذا. قلت والله فكره ممتازه جدا وبس ضلكم زوروا البنات عشان يعرفوا ان الجيران انهم في وراهن رجال يعني ما حدا يعتدي عليهم. قال لي تمام. وشان يعني خلينا نقول تاكيد لهذا الكلام موضوع الدكتوره، عندك يا ابو رنيم مقطع قال انه وصلني من الدكتوره 110,000 جنيه وحولت لي عن طريق فودا كاش او مودا كاش، ما بعرف فودا كاش. عندك هذا فودافون كاش. شو اسمه ايش؟ فودافون كاش. فودافون كاش. عندك المقطع هذا اللي اعترف قال حولت لي عن طريق هذا. عندك المقطع هذا؟ ايوه قال. المهم قلنا له شيء طيب. المهم الحين انا لما بصراحه يعني اسامه ما جابليش معلومات عنه وكنت واعده عشان يعني قلت اماني في رقبتي اني قلت له كمل الامر لان القعده فشلت يعني. هبعت لك انا الامر كله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل يا ابو قصي كمل. فبحكي لك انا عشان كنت له يعني على مسؤوليتي انت يعني يا محمد كمل الشقه وانا بعلك. طيب يا ابو رنيم، ابو رنيم اعطيه اي مبلغ فحولت له كم. ابو رنيم لحظه تفضل استاذ محمد. ابو رنيم هلا هيك صعب نقدر نحكم باي شيء وناطرين ومستمعين كويس للرجل. نعم. انا برايي نعمل اتصال بمكان ما او تسجل صوته ويبعث لنا اياه مثلا نسمع حتى نستطيع نفهم القصه. انت عندك الطريقه استاذ محمد نجتمع في الواتس والحاج خالد عنده الواتس برضه. انا عندي واتس ما عندي مشكله بالواتس. نعمل نجتمع في الواتس اي هيك معقول. قلت التليجرام يا ابو رنيم. ايوه ابو رنيم ايوه صلوا على النبي. على فكره في فكره على فكره. تصدق انا ناسيها خالص. انا ناسي الفكره دي خالص. سيبني من الافكار يا ابو رنيم. يا عم صلوا على النبي. نجتمع في الجروب عندي نطلع فوق وهنجتمع كلنا. يا عم هنطلع نعمل ايه؟ صح هو مش هيحل خلاص انتهى الموضوع. هو تقدر تتخذ طرق قانونيه اتخذها ان شاء الله باذن الله. انما هنقعد نسمع من هنا وهنسمع من هنا لا وهو ما فيش حل. لا انا غلطان اصلا ان عرضت لابو قصي حاجه زي كده. قدر الله ما شاء فعل. بس خلاص. من احتراما ليك احتراما للشيخ محمد العوامي احتراما للاستاذ محمد المصري قلنا ان يمكن زي ما هو قال. هو طلع وقال ده هم 75,000 جنيه وانا هدفعهم من معايا حتى من مالي الخاص هدفعهم ويبقى الجزاء من الله جاي لي انا لوحدي. هو دلوقتي جاي بيضرب كرسي في الكلوب. ايوه شباك عشان كان عايز يوصل لابو قصي. انا عارف شباك كان واخد بالك ازاي؟ هيتجنن فخلاص تم الحظر. انا عارف. هو وانا قلت وانت عارف وانا قلت الكلام ده من الاول خالص. اللي بياخد فلوس طيب ما يا شباب ابو مريم من فضلك شوي. أيوة. معلش اسمحوا لي صدقوني انا بدي احكي كلام ما يعني متوسط جدا ماني بتحيز لاي انسان. طيب هستأذنكم بس سؤالين بساط عشان انا بسجل وهبقى ابعت لكم التسجيل ده كله لان انا سامعكم سامع ابو قصي فلما ابعت لكم التسجيل هتسمعوا كل حاجه. هسأل بس ابو قصي سؤالين وبعد كده اسمعك انت وعم خالد. معايا يا ابو قصي؟ معاك. طيب
حصل اللي حصل. هسألك بقى سؤال، أسئلة بسيطة جدا. الراجل ده اتفضل. اتهمك واتهمني بحكاية، وده بقى طبعا مسجل أنا عارف بينك وبيني. اتهمك واتهمني ان قال يعني كنت اعرفك قبل كده وسلطتك وعملت له شبكه وبعت ان انت واحد بتمول الارهاب وبعت عليه وخططته عشان يوصل لك والكلام ده كله. ايه رايك؟ انا يا ابو رنيم باختصار يا ابو قصي، الله يبارك لك، باختصار. طيب انا يا ابو رنيم ما عرفتك الا ايهاب ومحمد عبد المجيد قالوا بدنا نحكم ابو رنيم، ولم اعرفك قبل الا عن طريق ايهاب، عن طريق هذول الشخصين. وقلت لك الظروف الصحيه وانه انا شو كان عندي البيت يعني برضه الظروف الاسريه الصحيه ما كانوش عارفين، كنت يعني شوي مضغوط، فلما عرفتهم خلص هديت شويه ومشت الامور. ويعني قلت لك وليتك قلت لك عشان ضغوطي الصحيه وظروف اهلي قلت لك تولي الامور وانت نيابي عني بتدخل في الموضوع. انا هذا بالنسبه للموضوع المعرفه، ما عرفتك الا هو اللي وافق عليك وهو ايهاب اثنين. ماشي؟ نعم. النقطه الثانيه، بعد كده لما بعد كده وكلتني عنك تماما ولا ما وكلتنيش؟ وكلتك قلت لك انت يا ابو قصي، مش توكلتك قلت لك انت ابو قصي ايش ما تكون موافق عليه. تمام. عشان بس نختصر الامر، الراجل ده انت شفت البث بتاع المباهله اللي هو عمل، جاب مبيعات اللي بعتها لك كذب، وبرده العقود بتاعت الشقه بعتها لك كذب. شقق بقى لها مشتريه من 2012 ولا 2011 ولا 2013 تقريبا، عقود معموله بعتها لك على انه اشترى الشقه والشقتين والكلام ده كله. يعني كده السؤال بتاعي، المبيعات اللي بعتها لك وانت شفت البث بتاعي، يعني كده اللي جابها من الفيسبوك، هل في اي مبيعات بعتها لك تاني؟ لانه طلع وقال لا ده المبيعات الاصليه عندي وبعتها لابو قصي. هل في عندك مبيعات غير اللي انت شفتها في البث اللي هو جايبها من الفيسبوك؟ بالنسبه للمبايعات انا لم اطلب منه اي شيء، بعث لي المبايعات وقال لي خذ المبايعات هذه لاي محامي وتاكد بنفسك 100%. وانت بتعرف يا ابو رنيم انا ما بخبي عنك حاجه، بعث لك اياها. قلت لك يا ابو رنيم هذا اللي وصلني، ولم يبعث لي اي شيء نهائيا، لم يبعث لي اي شيء الا اللي بعث لك اياه. لم يصلني انا اكون اذا هو مخترق وما مخترق وعنده اساليبه وتزويره وعنده خبير بهالشغلات، انا لم يبعث لي اي، اللي وصلني بعث لك اياه. بالنسبه للموضوع شو اسمه هذه مبيعات التكاتك، بالنسبه لمبايعات الشقق انا اللي طلبتها منه قلت له يا محمد طيب هاي بعث لي انت التكاتك وين مبايع شقق؟ قال لي ايوه بدي ابعث لك اياها عشان تبعثها لابو رنيم. ما رديتش عليه، راح بعث لحاله مبايعات الشقق اللي ارسلت لك اياها. اللي ارسلت لك اياها بالشقق المبايعات والعقود والتكاتك هي اللي وصلني ليه، لم يصلني شيء غيرها. نعم، يبقى اذا مفيش مبيعات وصلت زي ما هو كذب وبيقول ده الاصليه عندي وبعتها لابو قصي، مفيش مبيعات وصلتك. دي ناحيه. الناحيه الثانيه المبيعات او العقود الشقق اللي بعتها لك انت لسه عارفه بقى لك 4-5 شهور، والمبيعات دي بقى لها 10 سنين واكتر بتاعت العقود بتاعت الشقق. فطبعا كان باعتها وحط في دماغك ان انت مش هتبص للتواريخ، وانا بصيت للتواريخ عرفت ان هو كان بيتلاعب بيك وبعت العقود دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اخر سؤال او اخر اسئله يا ابو قصي، لحد الان دلوقتي انت انتزعت مني الوكاله عنك؟ كيف انت انتزعت وكالتي انا عنك، ان انا ابو قصي هنا واتصرف بالنيابه عنك، ولا زي ما هي انا ابو قصي وبتصرف كاني ابو قصي؟ لا الان يا ابو رنيم، لا اقول لك شغلي الان نظرا، بقول لك شغلي انا طبعا ثقتي فيك ما زالت زي ما هي، لكن بصراحه اقول لك الحلول اللي عندك واللي حواليك الان صار لي عليها تحفظات، لانه انا بصراحه بدي اقول لك من الاخر هذا الرجل ما بيمشي معاه الا القانون ولا مستعد. انا قلت لك من زمان يا ابو رنيم ما بدنا نضيع وقتنا بهذه الاشكال، احنا اللي عملنا اللي علينا، ما احنا مستعدين نضيع يعني هذا اليوم جلسه اليوم هذه. بصراحه بقول لك انت وجماعتك تحملوا مسؤوليتها. هذا الرجل
هذا الرجل يا ابو رنيم لا يريد حلا، فانا ما بدي اطلق انت اليوم. انت معلش يا ابو رنيم، يعني اليوم انت رحت فاجأتني وقلت لي والله في اجتماع ومش عارف شو، والرجال ما في تقدرش تقول بدي اعطيه فرص، ما بنعطى فرص. الاشكال هذه ما تجي الا بالعين الحمراء. مختصر مفيد يعني. انا ثقتي فيك هي، لكن بصراحه بقول لك الان اي امر بدك تكون فيه بدك تناقش انا وياك، ما بدي بصراحه بقول لك. ومن الاخر بقول لك انت وجماعتك ارجوكم رجاء حار، هذا الطريق الودي هذا ما بدنا اياه. واهم من هذا كله انا ما عندي وقت اضيعه بهذه الاشكال، صراحه بقول لك. تمام. انا ما عندي. اسمعني. وبالاخر بقول لك، وانا كنت يعني معطيه طبعا زي ما بقول لك، كنت متوقع انه نصاب كان موجود، لان انا الحمد لله صار لي 50 سنه طالع، عمري 19 سنه لحدان، عمره ما نصب علي انسان. انا عندي بعد نظر لكن قلت لك الموضوع انا فيه موضوع اسلامي، وقلت مش مشكله يعني هذا المبلغ اصلا مش ما هامني يعني. بصراحه بقول لك بجوز ربنا يحاسبني على غلطتي هاي، اني ما دققتش عليه يعني، طلعته هيك في سبيل الله بدون ما ادقق. انما انا كنت متوقع انه نصاب، شايف؟ فانا برجوكم انتم الاخوه الكرام كلياتكم اللي حضروا واللي بده يحضروا، انسوا هذا الرجل. ليس عندنا وقت احنا والله نقعد هاي الوقت لو ضيعناه نحكي لنا موضوع ديني بيسوى الدنيا كلياتها يعني. ما فيش حل مع هذا، نضل نضيع بوقتنا. بكفي صلنا تقريبا 4 شهور يعني ضغوط نفسيه، وما زلنا بنضل ماشيين بواحد يعني زي امثال هذا الرجل. لا ارجوك يا ابو رنين بدك تفعل الحين. حتى المقطع اللي بدي اسجل لك اياه ما بدي تنشره كمان، ما بدي تنشره نهائيا. خلاص ماشي. الموضوع صار يعني بصراحه مضيع الوقت. مع احنا مضيع بامورنا بامور ما هي يعني خلاص. هذا رجل حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، له رب يتولاه، بدنا نضل بشرين فيه احنا؟ لا ما بدنا. هل اتضحت صورته امامك الان تماما؟ لا ما اتضحت. انا متضحه صورتي منه تماما، مش من هاي اللحظه. وقلت لك هذا الكلام من زمان. قلت لك يا ابو رنيم، قلت لك انا واضحه، قلت لك يا ابو رنيم الله يبارك فيك، ما عندنا وقت انسى. ما قلت لك سيبه خلص، ما بدنا نتدخل بامره احنا. قلت لك ولا ما قلت لك؟ مش هتتكرر ثاني خلاص ان شاء الله. اعتذر لك وان شاء الله ما فيش اي مشاكل، وهسيبك. لا انت لا ما خلصتش. اسمعني، في نقطه مهمه. انت سالتنا عن موضوع الارهاب، خلينا نحكي موضوع الارهاب الان. تفضل. الحمد لله انا بعيش في السعوديه وعارف نظامها وبعرف كل الامور، وانا حريص جدا قلتها وما زلت اقولها واكررها، ما اعيش في دولي واروح على دولة ثانيه انتقل. لن انا دائما وحكيت له هذا الكلام، قلت له يا محمد بتمشي وفق النظام. حتى البنات اللي بيسلمن ما بدنا يجين عنا، بيقعد في بيت اهلنا اللي خلقنا اكبر فين، تا يكون النظام يسمح بخروج وقانونيات 100%. غير هيك ما بدنا نخالف النظام المصري، وخلي علاقتكم ممتازه مع الجهات الامنيه. هذا حكيت له اياه. وانا بالسعوديه الحمد لله رب العالمين بعرف المخابرات السعوديه من اقوى المخابرات العالم. كل واحد عنده معلومات عن كل انسان في السعوديه اكثر ما يعرف عن نفسه، فالحمد لله لا يوجد عندي شيء اخاف منه. فهو لما نشر مقطع وقال رحت على الامن وقالوا معي كذا، وقالوا هذا الرجل يعني مراقب عنا، سمعته كانه بيقول هذا ارهابي، وسلم لي على الخالديه والكليه، بده يرعبني. هو بهز الشعره في بدني. لو مش روح على الداخليه، لو روح عند بايدن ما بياثر على اظفري. انا اليهود حكيت لهم، قلت لهم انا لا اخشى اليهود، ما بخشاكم، ما فيش عندي شيء اخاف منه، ما في عندي. انا بعيش مع اليهود وفق النظام، ما بخالف النظام 100%، ولا بس لا بهمني اي مخابرات الدنيا، لاني نظامي 100%. لا اخشى الا الله ولا اخشى انسان على وجه الارض، لان الحمد لله رب العالمين وفق النظام بعيش. وكنت بدي احكي لك بعرف مخالفه النظام شو بتعمل، شو لما النظام يتزعزع في اي دوله كيف البلد كلها بتضيع. فاحنا النظام، احنا بنحب النظام السعودي ظل قوي ومتماسك وبيد من حديد، والنظام المصري ما في لا الشواذ واللي بدهم يعملوا مشاكل يزعزعوا النظام، هذول بنداس على ركابهم. فهذا الموضوع يصل لكل الجهات، انه انا لا اخشى احد على وجه الارض الا الله سبحانه وتعالى، لاني اذا بخطئ بقول انا مخطئ وبقولش الا الحقيقه، ولن اخالف اي نظام موجود، خاصه كان نظام انا عايش فيه او بدي اتعامل مع شخص عايش في نظام اخر. تمام كده تمام ان شاء الله. كده انا طيب
بختم كلامي. ارجو هاي المقطع اللي بعت ما تنشر اي حاجه بدك تبلغهم الاخوان، حتى ما تبعتوا للاخوان، معلش مع ثقتي فيهم، اشرح لهم اياه شرح، اشرح له او اذا سمعوا فيهم ما فيهوش، وما بدي تنشر كلها ابعتها لهم من غير ما حد ياخد باله. حاجه اسمها غير مدرك، هبعتها لعم خالد وابعتها لعم محمد وهبعتها للشيخ محمود العوام اللي ما كانش معانا ان شاء الله. بس اسمعني بدون نشر، انا صراحه بقول لك هلا بقول لكم ده حاجه اسمها اسمعني غير مدرك. اسمع هذا الرجل، اسمعني هذا الرجل نحكي رجل مشبوه، الله اعلم شو وراه، انسان مش حقاني، انسان يعني محترف، هذا كل حياته بالمشاكل. وانا لا بهمني هو، اقول لك انا دول ما بتهمني، انا الدول بتهمني ليش؟ لاني انا ما انا بقول لك انا مع الحكومه السعوديه ومع الحكومه المصريه، واي بعيش انا مع موالي الحكومه بخالفهاش. ليش اخشى؟ ليش بدي اخاف انا؟ على ايش اخاف؟ انا لا يهمني. المهم بدي احكي لك يا ابو رنيم، ما طولت عليكم الفضل لله، ده طولت عليكم ابو رنيم. انا اسمعوا الاخوان، الله يبارك فيكم، انتم الشيخ بدكم تاخذوا للعلم فقط لا غير. انا بالنسبه لي موضوع محمد عبد المجيد قفلت نهائيا، ولا اريد منك يا ابو رنيم ولا من غيرك يفتح لي موضوع نهائي جدا جدا، واعلى ما في خيله يركبه، شايف كيف؟ والمبلغ اذا اجى اصلا انا مطلع في سبيل الله حيضل في سبيل الله، وما جاش نسال الله انه يكتبنا الاجر. يعني أنا المبلغ اجر في سبيل الله وما جاش، مش هامني الامر. يفعل الله ما يشاء. تمام كده ابو قصي عشان ما نطولش عليك. تمام كده. ما طولت عليكم، بكرر ما بدي تنشر اي شيء ولا تعلق، وانا بنصحك انت حر. انا اسمي ما يدخلش في اي شيء، وبنصحك لا احنا بينا اتفاق، لا انا ما بعملش اي حاجه الا تم الاستشاره بينا وتم الموافقه. ان شاء الله خلاص. وانا بقول لك لا ترد عليه مقاطع، بالعكس زي ما قال الشافعي، اسمع زي ما قال الشافعي، السفيه اذا بترد عليه بكيف، السفيه اذا بدك تقتله يظل يعو وينبح رحمه الله زي الكلب، وانت اذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلاما ولا كانك سامع. طيب تمام ان شاء الله، تمام ان شاء الله، ان شاء الله. خلاص يا ابو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. يلا في رعايه الله وحفظه. طيب ابو رنيم، انت بعد ما تخلصي معه بقدر احكي معاك ولا خلاص؟ يعني هقعد مع الجماعه شويه كده وبعدين هرن عليك، لو موجود هكلمك مفيش مشكله. يعني حاول ما يتاخر، ماشي الحال. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك يا استاذ محمد ومعاك يا عم خالد، الامر مسجل عندي والصوت واضح جدا جدا، وهحطه انزله في القناه وارفعه لكم تعملوا غير مدرج. ده وصيه الراجل برضو، لا هنتكلم ولا هنعمل اي حاجه، خلاص الامر قانوني وخلصت على كده. هبعت للاستاذ محمد المصري الرابط يسمع كل الجلسه ديت، ولعم خالد وللشيخ محمود العوام، لانه برضو كان برضو معانا في الجلسه امبارح. وفعلا الراجل كان بيوصيني بكده، فعلا ما كانش المفروض لا نجيب الراجل ده ولا نعمله، خلاص هو نفسه فهمه، مفيش فايده، خلاص كده. اتفضل يا استاذ محمد، واتفضل يا عم خالد تحت امركم. يا سيدي هلا خير، اللي كنت انا بدي اقوله يجب كان نسمع من الطرفين مش من طرف واحد. انت لو يا ريتك ما اختلفت مع محمد مجيد خليه يقول كان اللي عنده ونفهم الموضوع من الطرفين، وساعتها واحد ممكن يحدد. لا محمد مع احترامي لحضرتك، احنا متفقين ان احنا نيجي واحد وواحد يساوي اثنين، الراجل عايز فلوسه بأنهي اسلوب بكذا يبعتهم لعم. طيب هو يا ابو رنيم معلش اسمح لي شوي، هلا هو عايز فلوسه، موجوده في البثوث، هو حاكي وانا حاكي، بس دي حاجات انا ماسكها لحد دلوقتي، وهو ما بيصدق كحه يروح يعمل عليها بس. فخلاص يا استاذ محمد هنحكي ايه ونعمل ايه؟ فعلا زي ما ابو قصي قال، هو عايز كده عشان يسجل وعشان يعمل بثوث وعشان مش عارف ايه، وطلع وهيطلع الراجل الصبح كذاب وكذا، هذه القصه مش فاضيين احنا فعلا الكلام ده. خلاص وضع قانوني وخلاص، وضع قانوني وخلاص. هو الراجل قال وضع قانوني وما تحطنيش في موقف زي ده تاني، خلاص كده. وضع قانوني وخلاص. قدر الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. استاذ محمد واحد يجي الاصل احنا متفقين، الراجل عايز فلوسه عايز فلوسه، فانا اسلوب خلصت الدور، ما هو اللي قايل كده في البث، لو هو عايز فلوسه هبعته، وبعدين يروح داخل يقول لك جوه قبل الراجل مش سادة، لكن هات ان الراجل سادة وانت واخد منه $2500 وتقول لي
كده جه وبس ايدي وبس رجلي. ايه ده يا استاذ محمد؟ ايه ده يا استاذ محمد؟ ينفع الكلام ده؟ والله ما ينفع. عشان كده انا ما كنتش مع عم خالد لما يقول نروح في ستريم عنده، كان هيفتح الفتحات دي وما نقدرش نتكلم. لا لا، ده فعلا تتسد السكه وطريق القانون هو اللي ياخد قراره، وبكره الناس هتسمع مفاجآت فظيعه جدا. الله المستعان. ينفع الله مش زي ما قلت لكم هسجل، قول اللي انت عايزه ليا وعم خالد، وانا مسجل الوضع ده، والوضع في التسجيل هتلاقوه واضح جدا جدا، لان اصواتكم واصوات مراد وقصي واضحه عندي، فهتطلع في التسجيل. هنشره هرفعه غير مدرك، يعني محدش هيسمعه غيركم عشان انتوا المعنيين. هبعت لك الرابط للاستاذ محمد، وهبعت الرابط لعم خالد، وهبعت الرابط للاستاذ محمود. ان شاء الله خير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. عم طيب خالد، يلا. اي حاجه عم خالد؟ لا يا شيخ ابو الرجال. طيب نراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه وعليكم السلام ورحمه الله.